في بلاد بحال المغرب كل دار فيها حكاية وكل زنقة فيها آثار، ولكن كاين صناع الحكاية ديالهم كتبان في الصمت وكتسمع في الدقة ديال يديهم. ناس اللي ما كتشدهمش الكاميرات وما كيبانوش في العناوين، ولكن يوميا كيصنعوا هوية ديال الوطن كامل. هنا فين غادي تجي رحلة الآثار، فكرة اللي ما جاتش غير هكاك، ولكن حيت هاد الحياة كامل أصلا رحلة، والرحلة ديالي أنا هي رحلة الآثار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم صلاح الدين غندور، وهذا أول فيديو لينا في رحلة الآثار. رحلة الآثار اللي شي حاجة اللي كنفكر فيها من شحال يعني. بطبيعة الحال الناس اللي كيعرفوني عندي واحد الشعار اللي هو إنما الإنسان وطن. صراحة في الحياة هذه كاملة كنحاول نقلب غير على أنني نخلي أكبر أثر ممكن، وجاتني الفكرة أنه أول فيديو نقدروا نخليو فيه واحد الآثار، وأصلا نقدروا نبداو الكونسيبت ديال رحلة الآثار، هو ندوي شوية على التاريخ ديالنا. ولا بغينا ندوي على التاريخ المغربي اللي هو كبير بزاف، نقدر اول حاجه نبداو بها هي الصناعه التقليديه. كانت اول محطه غادي ندوزو بها هو الطرز الازموري، بحكم حنا اليوم في دار الصانع في مدينه ازمور. هاد المحطة الأولى اللي ما كانتش مجرد زيارة، ولكن في كل مرة كنت كنشوف الباشن ديال بصح في العينين ديال هاد المرأة اللي هي فنانة في أرض الواقع. وفي واحد العالم ديال السرعة قدرت نشوف بلي الفخر الحقيقي بالنسبة ليها ماشي هو دير هاد الشي باش توصل لأكبر عدد وتربح من وراه، ولكن تفتخر بكل خيط خرجات من يديها، اللي كيحكي بكل صمت تاعها والدروس اللي نقدروا نفهموهم منه. المهذب لطيفة، تعاونية المهذب للطرز والخياطة وفن الديكور. بغيتي تعرف على الحرفة ديال الطرز الأزموري. الطرز الأزموري موروث من كانت القصة ديالو، كان جا واحد كان الصيد عندنا هنا الشابل، كانت المدينة معروفة بالشابل، وكان كما كتعرف كانوا الأجانب كيزوروا هاد المدينة، وجا واحد الأجنبي عطاه كادو الصياد من مدينة أزمور. وكان منذ القدم كانت عندنا واحد المريصة هنا، كانت مرصد ديال الشابل، خاصة بالشابل هنا في أزمور. عطاه شابله، هو فاش رجع عطاه جاب لي كادو، ولكن فيه هاد الديسان اللي حنا كنخدموه دابا. احتفظت به مرت الصياد وبقات علماتو النساء ديال أزمور، بقى محتفظ عليه، بقى هاد التراث محتفظ عليه مدينة أزمور. الصراحة من بين أكثر الحوايج اللي صدموني هو كمية المعلومات اللي كاين عند هاد المرأة هادي على مدينة أزمور. يعني ماشي غير صانعة تقليدية اللي كتحافظ على التراث ديال هاد المدينة، ولكن واحد الإنسان اللي عارف حتى التاريخ، ولا دوات مع شي واحد تقدر تمثل المدينة ديالها أحسن تمثيل. دينا وجبنا في الهضرة وعرفنا التاريخ ديال هاد التراث هادي، ولكن المهم كان بالنسبة ليا نعرفوا التراث ولكن نعرفوا حتى هاد الإنسانة كيفاش تعلمات هادشي النهار الأول، شنو هي الفكرة اللي عندها عليه، وكيفاش كتعيش هاد الباشن ديالها كل نهار. وكيفاش كانت المره الاولى اللي غادي تبداي في هذه الحفله ديال الطرز ديالك؟ كيفاش جات الفكره النهار الاول؟ انا كنت كنقرا وكنتعلم الصناعه. كتعرف الناس ديال السبعينات وديال هذا كانوا ما كانتش البنت كتمشي صافي تتعلم تتقرا صافي وكتبقى جالسه كتقرا. ضروري خصها تكون عندها شي حرفه كتعلمها في الوقت الفارغ. كنا كنتعلموا الصناعه وتعلمت هاد الطرز الازموري. عجبني بحكم الرسومات ديالو، بحكم فيه واحد الاشياء اللي هي زوينه، عجبني، وهو اللي لقيت فيه راحتي انا في الصناعه التقليديه. تعلمت كل شيء ولكن هو كان احسن. الحاجه اللي لقيتها لقيتها وابتكرت فيها وعلمتها النساء تبارك الله، بنات تعلموا على يدي، ودرت تعاونيه والحمد لله كتشوف كل شيء. صراحه هادشي ماشي انا والله الا زوين. ومدينة أزمور هي مدينة أزمور صراحة واحد المدينة اللي أنا كنفتخر بها. فيها واحد المدينة اللي عندها واحد الثقافة ديالها زوينة، وناسها يعني مزيانين. ما كانت معروفة بالشابل، كان واحد الثقافة عندهم رائعة. كنتي إلا جا جارك عنده ضياف كانت يعطوك داك الطاجين اللي هما موجدين وداك العائلة الجيران. كانت واحد الثقافة زوينة. وبطبيعة الحال رحلة الآثار الهدف ديالها ماشي غير تعرف بهذا الشيء، ولكن تزيد به القدام.
انا كشاب سولت لاله لطيفه كيفاش حنا كشباب نقدروا نعاونوا هذا المجال ولو غير بشويه، وشنو تقدر تنصحنا نديرو باش نزيدوا بهذا الشيء الاحسن وفعلا نخليو الاثر ديالنا. وري كنطلب من الشباب على الأقل، ولا كنطلب من المدارس يجيبوا الأطفال يزوروا المقرات ديال الصناع فين كاينين، باش يتعرفوا على الحرفة ديال الصانع التقليدي، كيفاش الصانع التقليدي اشنو كينتج. كاين اللي ما تيعرف على هاد الحرفة والو، كيقول لك الصنعة وصافي، كيعرف شي حاجة بحال كيسحب داك الصانع غير كيخدم بواحد السرعة وشي حاجة اللي هي بسيطة، ما كاينش عنده واحد. ولكن ملي كيقرب ويخدم ويشوف كيف الصانع التقليدي كيفاش كيخدم، كياخد فكرة على الصناعة التقليدية وكيفاش كتخدم وكيفاش الصانع، كنعرفوا الاصل ديالو، كنعرفوا الأصل التاريخ ديالك. ولا خرجتي حتى خارج المدينة ديالك كتعرف كيفاش تهضر عليها، ثقافتها، شنو التاريخ ديالها، باش كتمتز. لأن كل واحد كيشارك، الشباب دابا كيشاركوا المعلومات ديالهم. باش داروا هاد المعلمة ما كانتش غير جات وطلعت، لأن سهروا عليها ناس من الوزارة، من الله يجازيهم بخير ونتمنى لهم الصحة والسلامة، باش جمعوا هاد الصناع وعطاوهم هاد القيمة فين يجلسوا. حتى الصناع يعطوهم قيمه فين يجلسوا، وعلى الاقل داك ساكنه ازمور او الجديده والدار البيضاء مرحبا بهم. على الاقل كيمشيو لمدن اخرى يجيو، غير الزياره كتكفي ياخذوا معلومه. حتى انا ما شراش من عندك كتعرف زائر بان جا عندك وشافك وناقش معاك وعرف عليك شي حاجه وعطيتي انت فكره على مدينه ازمور، عنده واحد غيدي معاه واحد الباكاج بعدا على ديك المدينه. هاد القصه مع لاله لطيفه صراحه ما تستخيش تنوض منها، وانا اول واحد استفدت بزاف منها. كل كلمه كل معلومه كانت اثار جديد بالنسبه لي، وهذا الشيء لا يزيدني الا افتخارا بالمراه المغربيه ولا الغيره ديالها على البلاد والتراث ديالنا. وهذه رحله الاثار هذه اللي بدينا عمرها ما غادي تقدر تمشي بعيد الا مشيت فيها غير انا بوحدي. دونك انا حاولت نبدا هذه رحله الاثار، ولكن بيا وبيكم وبزاف ديال الناس هذه رحله الاثار تقدر تمشي بعيد. المحطه الثانيه ديالنا كانت ديال الراجل اللي كيعيش وسط الحديد، حياته كامله وسط الشرارات والدخان وغير الحديد، ولكن وسط هاد الصلابه كامله كاين قلب هادئ كيشوف الحياة من منظور مختلف تماما. هاد القصة ماشي غير ديال صانع تقليدي، هاد القصة ديال فنان اللي الزمان حيد ليه الريشة وجبد ليه الحديد. السلام عليكم، كي داير عمي؟ بخير، كلشي مزيان، صحيحه وهداك. كنتشرفوا اننا نكونوا عندك مره اخرى عاوتاني. الله يحفظك، شكرا بزاف. الاسم الكامل عافاك، شرفنا باسم كريم. لوقي سمير. سي سمير راه شرف بينا ورحب بينا باش نجيو عنده، وجينا اليوم ندوزو معاه واحد شويه ونشوفوا الخدمه ديالو كيفاش كتكون. والخدمة ديالي كتعلق من غير البيبان والشراجم والشي اللي خاص الكونفيتيور، كنعمل حتى الأعمال الفنية وبالأخص لا سكولبتور وهي المجسمات باللغة العربية. المجسمات هنا كنديروا مجسمات غير بالحديد، حديد، نحاس، ألمنيوم، إينوكس، هادشي كنخدمو عندنا هنايا. سي سمير، نعم. بغينا نعرفوا كيفاش بديتي النهار الاول هاد الحرفه هادي، كيفاش جات الفكره باش تكمل في هاد الصناعه التقليديه بالضبط اللي عندها علاقه بالحديد والالمنيوم؟ دابا عندي الصناعة التقليدية معروفة، راه كتصوب كتكون ديجا تعلمتي كيفاش تخدم بالآلة التلحيم، كيفاش تخدم بالآلات ديال الحديد كاملة، وكتبقى من ناحية البيبان والشراجم ضروري خصك دوز تتعلم. أما من ناحية هاد الأعمال الفنية بحال لا سكولبتور وهادشي ديال الديكوراسيون كيكون اجتهادات من عندك، وكتكون داخله حتى الموهبه. كيفاش جات الفكره النهار الاول باش تبدا؟ انه انا صراحه الفكره الحاجه اللي عجبتني بزاف انه شفت مثلا سوارت حديد اللي حنا نقدروا غير نلوحوهم، ولكن شفت انك تقدر تخرج منهم واحد الابداعات اللي زوينه. كيفاش هاد الفكره جات النهار الاول؟ كيفاش بدات؟ يعني هذيك الفكره كانت مجرد حب معرفه، حب
عدم ضياع شي حوايج اللي ما خصهاش تضيع، بصح شي حوايج اللي عوض فاش تلوحها تستافد منها. هذا درس خصنا نتعلموا في الحياه. واحد شي الحاجه حوايج اللي الا ماتت بالدور ديالها اللي مرسوم لها في الاول كتقدر تعطيها انت حياه اخرى تخدم ليها. بصح هذا هو الهدف اللي كان عندي في الاول، والحمد لله مشات الامور. الحمد لله. بغيت نسولك سي سمير، آه. شنو هو اقرب مجسم صيفطي قريب لك من قلبك عنده واحد القيمه تقريبا؟ شي مجسم صيفطي وعزيز عليك ولا بقات عنده واحد القيمه عندك؟ صيفطي شي واحد اخر ولا صيفطي ليك بقات عنده واحد القيمه كبيره بالنسبه لك؟ يعني في الحقيقه هما كلهم خارجين من نفس كلهم خارجين من القلب. من نفس الاتجاه، لان تما راه ماشي كتخدم غير يدك. يعني راه الخدمه راه سهله، ولكن كتخدم العقل والقلب. خدنا لان هذا الشيء كيبغي الفكره. اولا تجيك الفكره، ثانيا عاد يمكن لك تصوبها. ان لما كانت عندك فكره واخا تكون محطوط تحتك اي حاجه ما واخا تقدرش تكون تخرج محطوط منك عليك. شي حاجه. بحال مثلا عندنا هذه، تفضل. ها هي كانت هذه عباره عن سلسله ديال الموتور او الكليب. يعني سلا الدور ديالها بالنسبه لي تلاحت. انا حتى حاولت نخرج منها، هي كان بزاف الحوايج تخرج منها، ولكن حاولت نخرج منها نفس الدور اللي كانت كتلعبو، كتمثل نفس المعنى ديال الحاجه اللي كانت كتمثل. اللي كانت مثلا نشوفوا دابا هذا موتور البيكالا وهي السلسله ديجا كانت ديال الموتور. كان ديال الموتور ولا بسكليت. يعني هنا فين كيبان الابداع. بصح كتبان شي حاجه اللي زوينه بزاف. وكاين شي حويجات اللي كتحاول انت توظفهم في. صراحه الحاجه اللي كتخلي الصناعه التقليديه شي حاجه اللي انا بعدا كتعجبني هي ديما كتعلمك شي حاجه جديده. ديما غادي تتعلم شي حاجه جديده، وديما غادي تشوف شي حاجه جديده، شي حاجه اللي ما عندهاش نهايه. ديما غادي تشوف شي حاجه جديده. المحطه الثانيه اللي كانت عندي اليوم هي مع السي سامي اللي كنقولوا حنايا بالتاريخ كنقولوا سودور، ولكن هو فنان بهذا المعنى سودور، ولكن فنان. داكشي اللي كنلوحو هنا حنايا اللي ما كيلقاش عنده فريمون واحد الدور في الواقع ديالنا، يقدر يخرج منه شي حوايج اللي هما فن، اللي نعاودو نقدروا نستعملوهم في الحياه ديالنا. واهم حاجه غادي نعيشوا معاه التجربه، كيفاش كطيح عليه الفكره وكيفاش كيصايب شي حاجه. يعني هادو من اهم الحوايج. نشوفوا هذه صراحه هذيك تبقى شي حاجه اللي انا غادي نحاول نخدم شي حاجه اللي تبدا من ازيرو مثلا. دابا تجيك شي فكره ونحاولوا ازيرو مثلا بحال هذا. دابا هادي بحال هادي غادي نعطيها شكل. غادي نبداو من هنا. قرب باش نبداو هنا باش نعطيوها الشكل ديالها. السي سمير فعلا فنان في هذا العالم ديالو. هنا هاد القطعه هذه ديال الحديد مازال ما عندوش فكره شنو غادي يخرج منها، ولكن هو كيخدم خطوه بخطوه. كيبدا يبان ليه شنو يقدر يدير. اول حاجه كيخدم بادوات بسيطه باش يحاول يعرف اش من شكل غادي يقاد. هنا اللوحه ديال السي سمير ماشي دفتر ولا ورقه، الحديد هو اللوحه ديالو. الماكينه ولات هي الريشه، والشرارات ولات هي الالوان. وهنا باش كنسمي انا فنان حيت كيخرج الجمال من حاجه بالنسبه لينا حنا ما كتسوى والو. هذه كانت حاجه بسيطه ولكن خارجه من القلب، وقدرنا ناخذ فكره ولو بسيطه على ان البساطه في حد ذاتها تقدر تكون اكبر ابداع الى طاحت في اليد والشخص اللي مناسبين ليها. تم غادي بها عشوائيه. ملي كتفينيها كتولي تعطيك المنظر اللي انت ما كنتيش بحال اللي هي اللي كدوي. نموذج كيفاش كنحاولوا باش نصاوبوا شي حاجه اللي هي فهمت. يعني احنا غير دابا ديجا
شفناها اصلا كيفاش كانت في الاول شي دابا كيفاش ولات كيفاش كتعطيه ومازال مازال تقدر قد ما زدتيها قد ما كتعطيه، قد ما زدتيها قد ما كتعطيه. بصح الله لا تحياتي لك سي سمير. مرحبا. وبغينا سي سمير شي نصيحه من قلب الشباب فيما يخص الصناعه التقليديه ولا كنشوفوا بزاف دابا ولاو كيبعدوا على هادشي. لا بالعكس، الصناعة التقليدية كنقيرها الصراحة تسخين. يعني الصناعة نصيحه التقليدية، واحد النصيحه الكاميرا تعطيها للشباب سي سمير الصناعة ولينا التقليدية حنايا ولينا الناس نقدروا نزيدوا تفهم نطوروها شويه. الصناعة التقليدية يعني هي فين قيرها. ما فهمتش انا علاش ماشي كلشي، وانما بعض من كل ما فهمت شي حوايج اللي شنو اللي خلات الشباب ينفر هاد النفرة. الوصية اللي نوصي انا للشباب، الا ما قريتيش تعلم صنعة. لا ما قريتيش تعلم صنعة. احسن حاجة يستغلها الانسان وهي الوقت، ما يضيعوش. وما نتسنش حتى تجي عندي خصني انا نبري عليها، وما نيأش من اللي ما لقاهاش، خصني انا نحاول نخلقها الا بغى الانسان ينجح. هذه النصيحة اللي نقدر نقولها لاي واحد من راسي، انا نقولها حتى لراسي. ما نتسنش حتى تجي عندي، هي انا نخلقها. ماشي بالضروره نوصل للمره الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، ما نيأسوش. ما يمكنش في الدقه الاولى غتلقى. وديما المبدا واعر، ديما المبدا كيبدا صعيب، كيعاون الصبر، ان العزيمه والصبر يجيبوا نتيجه مخيره. ان دابا والنقطه الاساسيه واللي كيركزوا عليها دابا الدراري، اللي كيركزوا عليها واللي لاحظتهم، وهو الناحيه الماديه. الله يكون في العون الظروف، ولكن الانسان ما يشوفش في هذيك اللحظه، خصو يشوف القدام. وعندنا مشكل انه السرعه ولا الشيء خاص الانسان ولينا باغيين داكشي بالسربه ما نكذبوش. هذه النتيجه ديال البرامج ديال التلفازه، البرامج ما بقاوش دوك البرامج التحفيزيه. انت البرنامج اللي كتفرج فيه كتلقاه مادي 100%، كتلقاه كيركز لك على الفلوس هي الاولى. هي هذه النقطه، راه ضروري الفلوس ضروري، ولكن ما نركزش عليها هي الاولى. الانسان يبدا من زيرو، راه ماشي راه يسهل عليه باش يطلع، اما الا بدا من فوق يصعب عليه باش يهبط. ونتمنى من الله تبارك وتعالى تغير الاحوال ان شاء الله. نتمنى من الله تبارك وتعالى يغير الاحوال ديال نتمنى وحنا ان شاء الله كنشوفوا ونحاول نتمنى ولو تغير غير واحد الاحوال. شويه. هذا هو المهم. تحياتي لسي سمير، كنشكرك مرحبا. بزاف على الوقت ديالك. مرحبا ولدي، مرحبا. كنبغيو نتمناو لك صراحه كاع التوفيق. مرحبا الله ولدي، الله يسلمك. يجزيك. من وراء هاد الهضره اللي سمعتها هنا، اللي نقدر نقول باللي احسن مدرسه كاينه هي مدرسه الحياه. يمكن نجريو حنا ورا الدبلومات والشواهد، ولكن بحال هاد الناس ديما غادي يكونوا فايتينا بشي حاجه صراحه، وهما راه فايتينا بزاف. ونتمنى يكون اثر جديد عند اي واحد غادي يتفرج في هاد الشيء. وحيتاش بديت الفيديو بالشعار ديالي اللي هو انما الانسان اثر، ما يمكنش نساليه بلا ما نخلي اثر عند سي سمير. وعطيته واحد الاثر اللي رمزي، اللي غادي يبقى عنده ويتفكر باللي واحد النهار دزنا عنده وحنا غير دايزين خلينا اثار. بانت لي الفرحه في الوجه ديالو، وعجبني الحال فاش قال لي يكتب لي سميتك باش نعلقو عندي ونتفكرك بيه. وطبعا تما كتبت سميتي وزدت كلمه الاثار كرمز على رحله الاثار اللي البدايه ديالها كانت من هنا. وسي سمير بالدور ديالو عطاني واحد السوفونير يبقى عندي، وصدمني حيت الشعار ديالي حتى هو طبقوا عليا وخلى عندي اثار اللي كبير بزاف وعمرني غادي ننساه. وواحد سوفونير اللي خلاه لينا سي سمير صراحه هذا بعدا غادي تكون عنده واحد القيمه كبيره، حيتاش ماشي شي حاجه اللي بسيطه، ولكن كيفاش سيروت انا لحتو، نقدر نكون شي سيروت انا لحتو اللي تهز وتجمع وعاود تقاد به هذا السوفونير هذا اللي غادي نحط.
نحطو عندي وغادي تبقى عنده واحد القيمه كبيره. وفيما غادي نشوفو غادي نتفكر بانه كاينه هنا قصه كفاح، كاينه قصه ديال الاصرار، كاينه قصه ديال الصبر. ولكن اهم حاجه هي انه خدم معايا المقوله ديالي انما الانسان وطن. نقدر ننسى اي حاجه عرفتها اليوم مع سي سمير، ولكن عمرني ما غننسى واحد الحاجه، وهذا السوفونير اللي بقى عندي من عنده. واللي كيعرف صلاح مزيان كيعرف عليه واحد الحاجه، انه اي حاجه عطاني شي واحد سوفونير عنده قيمه ماديه ولا ما عندوش، ولكن القيمه المعنويه ديالو ديما كيبقى عندي، عمرني ما كنفرط فيه. كاع لي سوفونير اللي خديت في حياتي كاملين كلهم كنجمعهم. رحلة الآثار ماشي غير دوكيمونتير اللي بسيط، هي دعوة باش نرجعوا نسمعوا الناس اللي صانعيننا بصمت. هي احترام للقيمة والفن اللي كيتولد في صمت كل نهار، حيتاش واحد النهار غادي تسدوا الوراشات وغادي يبقى الآثار هو الشاهد الوحيد. وحيتاش الحرفة كتفنى ولكن الأثر كيبقى، وهذه هي رحلة الآثار.